بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير البنات. اليوم في مطبخ النيلية حبيت نشارك معكم وصفة تشيز كيك من أروع ما يكون واقتصادي جدا، بدون ماسكربون، بدون جيلاتين، وأيضا بدون كريمة سائلة، ويجي ما شاء الله شكل وبنة بمكونات جد بسيطة وموجودة في كل بيت. بلا ما نطول عليكم الفيديو روحوا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. وما تنسوش البنات اعجاب للفيديو، اشتراك في القناة، واللي اول مرة تزور قناتي نقول لك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. اول حاجه راح نبدا بها هنايا هي الطبقه الاولى. جبت انا هنايا علبه تاع بسكوي، انا استعملت هذا البسكوي وانتي اي بسكوي عندك تقدري تستعمليه، ماكا ولا بيمو ولا البسكوي اللي فيه الكريمه ثاني يصلح لهذه التحليه او تشيز كيك تاعنا. هنايا كما راكم تلاحظوا انا استعملت علبه تاع بسكوي وكانت كافيه للتشيز كيك تاعنا. هنا فرغت العلبه تاع البسكوي تاعي في الاشوار كما راكم تلاحظوا، وراح نرحي البسكوي تاعي حتى يولي الملمس تاعو ناعم. يعني حاولي انك ترحيه مليح. اذا كانت ما عندكش الاشوار تقدري تهرسيه وتصفيه، يعني تنحي هذاك الخشين وتخليه هذاك رطب كامل. شوفوا هنايا مش راح تدي معاك وقت. شوفوا هنايا القوام تاع البسكوي تاعنا اللي تحصلنا عليه يجيب هذا القوام كما راكم تلاحظوا. في هذه المرحلة جبت هنايا ملعقة كبيرة مملوءة جيدا نتاع زبدة ولا مارغرين اللي عندك. بعد ما ذوبتها وخليتها تدفى شوية، يعني ما ديريهاش وهي سخونة، حاولي انك تفرغيها البسكويت تاعك بهذا الشكل وتخلطيها هنايا جيدا بالملعقة، والله من الأحسن بالأطراف تاع الأصابع باش تبسي هذاك البسكويت تاعك في هذيك الزبدة. وإذا حسيتي البسكويت تاعك مازال ناشف تقدري تزيدي له شوية زبدة تذوبيها وتفرغيها عليه حتى انت تحصلي للقوام المطلوب كما راكم تلاحظوا بهذا القوام. يعني هنايا كي تضغطي على البسكوي تاعك يتماسك معاك بهذا الشكل. وهنايا جبت السيرسو تاعي للقطره تاعو 19 سنتيم، اني قست لكم هنايا بالمسطره. كيما تقدري ثاني ديري في سيرسو القطره تاعو 22 سنتيم، ثاني راح تجيك نفس النتيجه. هنايا عطيت لكم مقادير مضبوطه، وايضا عطيت لكم القياس تاع السيرسو اللي راح ديروا فيه هكذاك باش كي تجربوا الوصفه تنجح معاكم من اول مره. هنا كيما راكم تلاحظوا البسكويت تاعنا بعد ما فرغناه في السيرسو بهذا الشكل نحاول اني نمشيه بالتساوي، يعني ما نخليش جهه طالعه وجهه هابطه بهذا الشكل. هنايا تحبي بظهر الملعقه والله بالكف تاع اليد، يعني حاولي انك تضغطي وفي نفس الوقت تسوي السطح بهذا الشكل، وحاولي انك تتحصلي الى طبقه تكون متماسكه. هنا راح نجيب كاس يكون القاعده تاعو ملساء، يعني باش نضغطوا به جيدا بهذا الشكل. حاولي انك تضغطي مليح كما قلت لكم البنات تقدروا تخدموا بالكف تاع اليد فقط بهذا الشكل، يعني طريقة أسهل منها ما كانش. راح نخلوه هنايا جانبا ونجو هنايا نحضروا الكريمة تاعنا. هنا في نفس الكسرونة اللي كنت ذوبتيها الزبدة بلا ما تغسليها راح نفرغ هنايا كاس نتاع حليب، سعة الكاس 220 ملي، وراح نضيف عليه هنايا ملعقة كبيرة مملوءة جيدا نتاع النشاء. إذا كان ما عندكش النشاء تقدري تستبدليها ملعقة كبيرة تاع الفرينة، وملعقة كبيرة مملوءة جيدا تاع السكر عادي، وملعقة صغيرة تاع الفاني باش نسمو الكريمة تاعنا بالفاني كما راكم تلاحظوا بهذا الشكل. وراح نخلط بارد في بارد بهذا الشكل حتى يتجانس الخليط تاعنا، وندو الكسرونه تاعنا على النار مع التحريك المستمر حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي. هنايا بعد ما عقدت الخليط تاعنا شوفوا كيفاش تحصلنا على هذا القوام. راح نفرغ هنايا هذا الكريمه تاعنا او الخليط تاعنا في اناء بهذا الشكل، وحاولي انك تفرغيه وهو سخون بهذا الشكل باش يتفرغ معاك بكل سهوله بهذا الشكل. وحاولي انك تغطيه بكيس بلاستيكي، ولازم الكيس بلاستيكي تاعك يلامس السطح نتاع الكريمه تاعنا بهذه الطريقه، ونخلوه يدفى شويه ومن بعد ندخلوه للثلاجه. انا هنا كان ما عنديش الوقت كنت دخلته للمجمد. نجيب هنايا في اناء راح نضيف كاس الا ربع نتاع كريم شانتي، سعه الكاس 220 ملي، وضفت عليه كاس الا ربع نتاع حليب سائل، وضروري انه الحليب تاعك يكون بارد جدا. انا كنت درته في المجمد كما لاحظتوا في حبيبات نتاع الثلج. هنايا راح نخلط بالضراب الكهربائي، ضروري هنايا الضراب الكهربائي. وحاولي انك تطلعي الكريم شانتي تاعك جيدا. كانت جاتني عده تساؤلات على الكريم شانتي، يقولوا لي ما تطلعناش. نقول لك اهم حاجه انه الحليب تاعك يكون في المجمد يعني بارد جدا، ولازم هنا خاصه المبتدئات ضيفوه بالتدريج. بعد ما ديري كاس تاع كريم شانتي ابقاي ضيفي فيه هذاك الكاس تاع الحليب بالتدريج، وخلطي مده تخلط يعني من 5 دقائق الى 7 دقائق، وانت تطلعي في الكريم شانتي باش تطلع معك، يعني لازم تعطي لها وقتها باش تحصلي على القوام المطلوب.
وهنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما طلعت الكريم شونتي تاعي جيدا وضاعف الحجم تاعها وجا القوام تاعها ثقيل، جبت هنايا الكريمه تاعي بعد ما بردت وتماسك القوام تاعها كيما لاحظتوا. ضفت هنايا النصف الاول وخلطت جيدا حتى نتجانس، وراح نضيف النصف الثاني بهذا الشكل ونبقى نخلط. هنا الدور تاع الكريمه تاعنا راح يضاعف لنا الكريم شونتي تاعنا ويعطيها قوام وبنه من اروع ما يكون. كما راكم تلاحظوا هنايا بعد ما خلطت جيدا وتجانس الخليط تاعي بهذا الشكل، وخلطنا هذيك الكريمه ثاني ايضا جيدا، ونضيف هنايا 2 ملاعق كبار تاع توفيا كابريز صنع منزلي. كنت حضرت معكم الوصفه من قبل، هنا كنت جبتها من الثلاجه كان القوام تاعها ثقيل، زدت لها شويه ماء دافي خلطتها جيدا وضفتها هنايا للكريم شونتي، راح تعطيها بنه وقوام من اروع ما يكون. واللي حبت الوصفه تاع توفيا كابريز تخلي لي في التعليقات، راح نخلي لك رابط الفيديو في التعليق. وهنايا اللي ما عندهاش توفيا كابريز تقدر تستبدلها بالشوكولا، تذوب شويه شوكولا ودير 2 ملاعق. هنايا الشوكولا او توفيا كابريز راح تغنينا على الماسكربون والجيلاتين، وهذه المكونات يعني مكونات موجوده في المنزل. هنايا ضفت علبه تاع جبن طازج كما راكم تلاحظوا، الامير والوليد او اي جبن عندك، كما تقدري تستبدليها بالجبن تاع المثلثات، ديري 4 حبات تاع جبن مثلثات. يعني هنايا اللي ما عندهاش الجبن تاع الطازج تقدر دير تاع المثلثات ايضا مش مشكل. المهم هنايا راني عطيت لكم كل المقادير اللي ضفتها، وايضا عطيت لكم البديل تاعها. شوفوا هنا الكريمه تاعنا كيفاش جا القوام تاعها ما شاء الله، وشوفوا كيفاش ضاعف الحجم تاعها. وشوفوا هنايا الحجم تاع الكريمه تاعنا باقل من كاس تاع كريم شونتي، وحنا تحصلنا على كميه الله يبارك، وكل ما زدنا مكون كل ما ضاعف لها الحجم تاعها وزادها بنه. وشوفوا القوام تاع الكريمه تاعنا جا ما شاء الله. هنايا راح نجيب السيرسو تاعي اللي كنت درت فيه الطبقه تاع البسكوي كما راكم تلاحظوا. هنايا راح نفرغ الكريمه تاعي بهذا الشكل، وشوفوا هنايا القوام تاع الكريمه تاعنا كيفاش تجي متماسكه وطالعه، جات ما شاء الله وكميه الله يبارك، غير بكاس الا ربع تاع كريم شونتي وانتي حضرتي كميه ما شاء الله. وكما راكم تلاحظوا هنايا بعد ما فرغت كامل الكميه تاع الكريمه تاعنا، نحاول اني نسوي لها السطح، يعني نحاول اني نستعين بسباتيل ولا بظهر الملعقه بهذا الشكل، ونسويها على مستوى واحد، يعني ما نخليش جهه طالعه وجهه هابطه بهذا الطريقه. وهنا كما قلت لكم البنات، اذا كان عندكم السيرسو القطر تاعو 22 سنتيم ثاني راح تصلح لكم لهذا الوصفه. وهنايا راح نجيب بابي ونمسح كامل هذوك الجوانب باش الخدمه تاعنا تجي نقيه، والسطح نتاع التشيز كيك تاعنا يجي ايضا مستوي على مستوى واحد. هنايا مباشرة راح ندخلوا الكريمة تاعنا في المجمد، مش في الثلاجة لتحت، في المجمد حوالي 4 ساعات إلى 5 ساعات، وإذا كان عندك الوقت خليها ليلة كاملة تبات. أنا هنايا خليتها باتت ليلة كاملة كما راكم تلاحظوا، جبتها من المجمد. جبت هنايا شانيمو، حاولت أني ندورو مليح مليح السيرسو، يعني حاولي أنك ما تسخنيش، يعني من الفوق فقط باش يتنحى معنا هذاك السيرسو بكل سهولة. وهنا اللي ما عندها شانيمو تقدر تدخل سكين حتى للأسفل وتدورو كامل على السيرسو، راح يتنحى معاك السيرسو بكل سهولة. وهاهي ليكم هنايا الطبقات، شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. راح نخليها هنايا جانبا ونجوهنا نحضروا الطبقة الأخيرة. جبت هنايا 100 غرام تاع شوكولا بالحليب، كيما تقدري ديري شوكولا نوار، وضفت عليهم هنايا ربع كاس نتاع حليب سائل، وضفت عليها هنايا ملعقه كبيره نتاع كريم شونتي. راح نخلطهم هنايا بارد ونديروهم على النار مع التحريك المستمر، وتكون نار قليله حتى نذوب معنا هذيك الشوكولا ونتحصلوا على هذا القوام. كما راكم تلاحظوا شوفوا القوام تاع الشوكولا تاعنا تجي ما شاء الله. وهنايا كملاحظه البنات مهمه جدا، لازم الشوكولا تاعك تخليها تدفى شويه، يعني ما ديريهاش وهي سخونه على هذيك الكريمه هكذاك باش ما تذوبناش هذيك الطبقه تاع الكريمه. كما راكم تلاحظوا بهذا الشكل، ونوزعوا هنايا الشوكولا تاعنا بظهر الملعقه بهذه الطريقه، ونحاولوا ان نوزعوها بالتساوي، ومشيها هنايا غير بالعقل، يعني يعطي لها وقتها وانتي تمشي فيها هكذاك باش ما تخلطلكش الطبقه تاع الكريمه مع الشوكولا. كما راكم تلاحظوا لانه الشوكولا تاعنا راهي دافيه. هنا راح نزيد بشويه حتى نتحصلوا على طبقه لاباس بها نتاع الشوكولا. وهنايا جبت ملعقه كما راكم تلاحظوا، وراح ندير خطوط بهذا الشكل. والمبتدئات من الاحسن انك ديري الشوكولا اللي بقات لك في الكسرونه ديريها في بوجو طابل وتثق به، ثقب يكون صغير جدا هكذاك باش ديري هذوك الخطوط تاع الشوكولا عشوائيا كتزيين فقط. وهنايا كلمسة أخيرة جبت هنايا شوية بسكوي اللي كنت رحيته، كنت خليت حوالي 3 ملعق كبار على جهة، وجيت هنايا نزين به في الأطراف نتاع تشيز كيك تاعنا بهذه الطريقة. كيما تقدري ديري كاوكاو يكون محمص أو مرحي رقيق، يعني في الرقيق، وتزيني به
بهذا الشكل. انا هنايا درت البسكويت تاعي صاير داير على هذاك التشيز كيك بهذه الطريقه، وزدت درت بهذا الشكل، قسمت هنايا في النص بالبسكوي كتزيين، ودرت هنايا كعلامه في يعني باش ندير هذوك المثلثات. هنايا كما تقدروا تستغنوا على هذا التزيين، يعني مش شرط، انا فقط كتزيين كما قلت لكم، وايضا كفكره. وهنايا كنت شريت هذا الشوكولا بذوق جوز الهند كما راكم تشوفوا، تجي من الداخل شوكولا بيضاء ومن الفوق بجوز الهند. كنت شريتها الفراك الحبه. راح نقسم هنايا الحبه على 2 بهذا الشكل، وراح نديرها هنايا على السطح نتاع التشيز كيك تاعنا بهذه الطريقه. كما تقدروا تستغنوا عليها، يعني مجرد فكره فقط، وتجي ما شاء الله راح تعطيها منظر من اروع ما يكون. وهنايا راح نقسم معكم التشيز كيك تاعنا وتشوفوا القوام تاعو والشكل تاعو عن قرب كيفاش يجي. جا ما شاء الله. وشوفوا لي هذوك الطبقات عن قرب كيفاش جاو روعه روعه روعه. واهم من هذا انه اقتصادي جدا، بدون ماسكربون بدون جيلاتين، وانتي حضرتيه بمكونات موجوده في كل بيت. وشوفوا هنا القوام تاعو كيفاش يجي يتقسم معنا بكل سهولة ويجي يبرد على القلب. ننصحكم وبشدة انكم تجربوا هذه الوصفة، وانا متأكدة اذا جربتوها راح تولي هذه الوصفة المعتمدة عندكم. واللي وصلت معنا حتى لهنايا نقول لك ما تنسيش تعليق ولو بنقطة او بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونربحوا الاجر مع بعض. واللي مازال ما دارت جيم للفيديو نقول لك حبيبتي ديري جيم هكذاك باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين وتستفادوا كامل. ان شاء الله البنات تجربوا الوصفه وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تبارطاجوا الفيديو مع صحباتكم وحباباتكم اللي تعم الفائده. وهذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم ان شاء الله يكون نال اعجابكم ونال رضاكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. وفي فيديو قادم ان شاء الله. سلام.